انا كل ما بروح مكان ابني بيفضحني. من اهم المشاكل اللي بتواجه الاسر هي انهم لما بيخشوا اي مكان ابنهم بيعمل معاهم حركه مش لطيفه خالص، وهو ان هو بيقوم جاي مصرخ مره واحده وبيقعد يقول لهم ان هو عايز يخرج من المكان ده. المشكله دي من اهم المشاكل اللي بتواجه الاطفال، خصوصا الاطفال اللي بيبقى عندهم اضطراب طيف التوحد او اي اضطراب من الاضطرابات اللي احنا نعرفها. الحل بسيط جدا. اي طفل خصوصا لو مصاب باضطراب طيف التوحد بيبقى عنده جزء من الروتينيه عالي جدا، وهو ما بيحبش يتفاجئ. يعني بمعنى اصح ما تحاولش ان انت تصدمه بالموقف وانك تحطه قدام الامر الواقع وان انت لازم تتاقلم على الوضع ده. لا، من افضل الوسائل اللي احنا نقدر نواجه بيها مشكله زي دي ان احنا نعرفه ونفهمه، حتى لو بشكل بسيط جدا، ان احنا داخلين مكان جديد، حتى لو المكان ده هو اول مره يدخله، بس نعرفه ان احنا داخلين مكان جديد، مش عايزين نعمل حركات ملهاش لازمه، وهنجيب لك حاجه حلوه بعد ما نخرج. انت بمعنى اصح فهمته اللي هيحصل بالظبط، عرفته المكافأة اللي هياخدها بعد ما ان هو يحافظ على ده. طب ما هو ممكن ما يسمعش كلامي، فكرة، هو فعلا ممكن ما يسمعش كلامك، بس هو كل ما انت تبقى جوه هتقوم جاي مفكره بالمكافأة دي، فبالتالي هيقوم جاي هو ايه، هترجع له الذاكرة تاني، فهيقوم جاي ساكت حتى لو لمدة بسيطة. في الاخر هنوصل لمرحلة جميلة، وهو ان هو لو قعد حتى 10 دقايق ساكت فدي هتبقى حاجة جميلة جدا، وهيبقى تقدم بالنسبة لنا حلو جدا. كان معكم هشام عماد، منفذ برنامج الار دي اي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالشفاء.